حاجات لو بتعمليها هتقلل من نظافتك الشخصيه جدا جدا جدا، وهتخلي شكلك وحش حرفيا. اول حاجه، لو مش بتنضفي ودانك وسايباها تطلع ريحه او تطلع اي قشور، حوالين السره كل الاماكن دي بتبقى فيها تجويف، بيبقى فيها حاجات مش كويسه جدا. تحت الاظافر لو في اي ميكروبات تحت ضوافرك، لو في اي بواقي مانيكير على ضوافرك، يا تشيليه يا تحطيه. الكحل اللي بيبقى سايح تحت عينك، ريحه نفسك لو وحشه يا ريت تمضمضي بقك باستمرار. السبريهات تبقى معاكي، الهولز كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده معاكي. وبالذات الكحل اللي بيبقى سايح تحت العين ده، يا تجيبي نوع كويس يا ما تحطيش. ما ينفعش خالص تعملي كده. اهتمي بالشاور، ريحه العرق ودي اهم حاجه، لازم كل يوم تغيري الملابس الداخليه يوميا، في الصيف كمان تحديدا يا جماعه، لان اللبس بيحفظ ريحه العرق، بتفضل زي ما هو. تاني يوم تيجي تحطي بيرفيوم او اي حاجه، الريحه بتبقى اسوأ بكتير جدا جدا جدا. مش كل الناس هتقولك. لو استفدتي من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والارمط فيها تيك توك تصدق اللي جنب الفيديو خلق قلب لونه احمر، كمان قعدة نشر.